عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الليمون المسلوق المخلل بتاع زمان، بدون اي افتكاسات بقى ولا اي اضافات ولا اي حاجة خالص. شوية مية وملح وهتعملي احلى ليمون مخلل. الدقيق بسم الله، هنقول بسم الله كده. معانا مية بتغلي واي كمية ليمون باي كمية مية عندي، ده كيلو ونص. بسم الله. هتحط الليمون مقفول من غير ما تفتحيه ولا اي حاجه في الميه اللي بتغلي دي لمده 7 دقايق من بعد الغليان. يعني هو كده بدأ يغلي اهو، هعد 7 دقايق وبعد كده هصفي الليمون تحت الحنفيه على طول. 7 دقايق بالظبط بعد الغليان، ما تقعدوش اكتر من كده عشان ما يتفتحش معاكي. شايفين بيبقى منظره عامل مقفول لسه زي ما هو اهو. 7 دقايق بالظبط ولونه بيغير بالشكل ده. بتاخديه تصفيه تحت الحنفيه وتشطفيه كويس قوي، تبرديه وبعد كده تسيبيه في الميه، في ميه بارده زي دي كده من الحنفيه. بيقعد يومين بالظبط عندك في البيت. كل ما تدخلي المطبخ تدلقي الميه وتغيري له الميه بتاعته عشان تنزلي المراره اللي فيه. يبقى ما تنسيش بيقعد معاكي يومين في المطبخ. كل ما تدخلي المطبخ تدلقي الميه وتحطي له ميه من الحنفيه تاني لمده يومين. بعد كده هنشوف هنكمله مع بعض ازاي. دلوقتي بقى الليمون بتاعي قعد يومين بغير عليه الميه من 3 ل 4 مرات في اليوم. بقى منظره معانا بالشكل ده كده، المراره اللي فيه راحت. هنقول بسم الله بقى نبدأ نشتغل. معانا 5 كوبايات من الميه. كل كوبايه من الميه بتاخد معلقه كبيره من الملح. الكوبايه اللي هي دي اللي عيارها 250 مللي من السوائل بتاخد معلقه كبيره من الملح. ده للمخللات. معايا 5 كوبايات من الميه، هحط لهم 5 معالق كبيره من الملح. بسم الله. 1 2 3 4 5 معالق. ومعاهم نص معلقه صغيره من السكر، دي اللي بتحافظ لي على المخلل بتاعي ماسك نفسه وما يطيريش معايا. معلش فلفل حراق شويه. هنزود بقى الملح بقى معانا في البرطمانات. هنحط كام قرن فلفل بقى كده من تحت. بسم الله. ونحط الليمون بتاعنا المنظر ده كده. ما تنسيش وانت بتاخدي من الليمون لازم تكون معلقه نظيفه وناشفه. ما تحطيش ايدك وانت بتاخدي من الليمون خالص علشان يفضل معاكي حلو وما ما يعفنش معاكي بالمنظر ده كده. شويه الفلفل ده بقى الكميه اللي انت عايزاها حطيها. عايزه تحطي كتير، عايزه تحطي قليل، براحتك خالص. بس كده. هنضيف له بقى الميه والملح بتوعنا. هنقول لك كل كوبايه عليها معلقه ملح كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. ونص معلقه صغيره من السكر. بسم الله. بس كده تمام قوي. هندوس عليه بقى كده عشان مش عايزه ولا الليمون يكون طالع من الميه ولا الفلفل بتاعي يكون طالع من الميه. الميه دي انا غليتها وسبتها بردت تماما. دي حاجه مهمه جدا لازم تعمليها لاي مخلل بتعمليه. تغلي الميه وتسيبيها تبرد خالص وبعد كده تحط لها الملح زي ما احنا قلنا. بعد كده هنقفل بقى البرطمان بتاعنا قفله كويسه بالشكل ده كده. وتسيبيه بقى معاكي لحد، شايفين، ما يدخلوش هوا خالص.
بعد كده هنقص بقى الزياده من البلاستيك بتاعنا ده. وده شكل الايه مخلل الليمون المسلوق بتاعنا. ما تنسيش الميه لازم تكون مغليه كويس جدا وتسيبها تبرد تماما. بتحطي لكل كوبايه عيارها 250 مللي من السوائل معلقه ملح كبيره، وفي الاجمالي بتحط نص معلقه صغيره من السكر، وبتغطي البرطمان غطا محكم. بتسيبيه معاكي لمده هنقول 10 ايام 15 يوم، وتبداي تفتحي تشوفيه. اول ما تلاقي الفلفل بتاعك لونه غير وبقى اصفر تفتحي البرطمان وتاخدي منه. كده هيكون المخلل بقى معاكي تمام. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله.